الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلنا مع الوصية السادسة من وصايا ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة. ما هي الوصية السادسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. الوصية السادسة يا طالب العلم: لا تتكلم في علماء الإسلام الذين ماتوا. اعرف قدرك، اعرف من أنت. أسف بعض طلاب العلم لم يقم بأدب العلم، يتكلم على علماء، يتكلم على مشايخ، يتكلم على أكبر منه. هذه سوءة العلم من أوله. هذا دليل أن العلم ضار له وليس نافع له. ليته ما تعلم إذا كان سيتكلم في علماء وفي مشايخ وفي أهل خير وفضل. هذه وصية عظيمة. تجد أن الناس من سابق كانوا يتكلمون للأسف، هذا يتكلم في فلان، هذا يتكلم في فلان، وتجد أنه يغتر بعلمه ويتكبر. أبو شبر هذا الذي دخل في العلم قليلا فإذا به ما يعرف حق العلم. والذي يعينك على هذا أمور. الأمر الأول: وتغاض عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ألا تنقب ولا تنبش. يعني أنا أستطيع أخرج لك خطأ، أبحث في كتب قديمة، أبحث في شيء وأقولها أخطأ وقال كذا وقال كذا. هذا ليس محمودا. الذي يتبع عورات الناس يتتبع الله عوراته، والذي يتبع الله عوراته يفضحه ولو في جوف رحله. الحمد أن تتغافل عن عورات الناس، فكلك عورات وللناس ألسن. إذن أول مرة لا تتبع عورات الناس. ما الذي يعينني؟ هل تحب أحد يتبع عوراتك؟ إذا تتبعت عوراتهم الله سيتتبع عوراتك وسيفضحك. إذن الحمد لنفسك أن تتغافل حتى تسلم أنت. الأمر الثاني: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. ما ينجو الإنسان من كلام الأقران وحسد الأقران. تقول أنا ما سيبي، أنا ما بتكلم، ما بروح مع الفلان ولا مع الفلان، ما تسلم، ما يتركونك في حالك. هكذا في كل زمان. حسد الأقران موجود. لماذا عنده طلبة؟ لماذا عنده علم؟ لماذا اشتهر؟ لماذا عرف؟ لماذا كتبه تقرر؟ لماذا كذا؟ هذا موجود في كل مكان. ما تستطيع حتى لو تريد تبتعد ما تستطيع تبعد عن الناس. إذن ما دام هذا موجود والحسد بين الأقران موجود، حتى قال ابن عباس إنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس. يعني وهم تابعون وهم، لكن يحدث بينهم. هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. هذا من قديم. إذن اشغل نفسك بما ينفعك، واترك من قال فلان في فلان وقال فلان في فلان. نعم. الأمر الثالث: مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. لا تصاحب هؤلاء أصحاب الكلام في العلماء لأنهم سيعدونك. أعرف طالب جلس معهم وأخذ يتكلم معهم إلى أن مرض. النجاة الابتعاد عنهم. يمرض الإنسان بمثل هذه العدوى. جانب النمام، اشتغل بما ينفعك. ماذا يعنيك فلان يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ أنت أهم شيء نفسك. اشتغل بنفسك، اشتغل بما ينفعك. والله ستغبط نفسك بعد ذلك إذا أخذت بهذه الوصية. أما الذي اشتغل بالناس فلان كذا وعرف حاله وعرف كل ما قاله، ثم طلع واحد ثاني فلان أيضا كذا وعرف، ثم طلع واحد ثالث ثم رابع ثم خامس، بعد سنين اكتشف أن ما معه شيء من العلم، ما يحسن حتى يفتي في مسألة في الطهارة. لا تشغل نفسك بهذا، اشغل نفسك بالنافع. إذن هذه الأشياء تدعوك حقيقة أن تجتنب هذه الطريقة. قد يفضحك الله مثل ما سعيت أن تفضح الناس، ويتبع الله عورتك، ثم ستضيع وقتك، ثم ما سلم الأخيار من هذا. فلماذا تشغل نفسك به؟ هذا موجود في كل زمان.
الوصية السابعة. كم من وصايا نافعة أوصانا بها رحمه الله. ما هي السابعة؟ دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. سلم قلبك في التعامل مع الناس، أهم شيء سلامة قلبك. من آذاك؟ جارك آذاك، شل متاعك، خذ متاعك وانتقل لمكان آخر. ستدخل معه في أذية ويؤذيك وتؤذيه، وقد تقول أنا الحق معي، لكنك ستشغل قلبك بما يضرك. هل الوقت وقت مناكفة؟ هل الوقت وقت آخذ بحقي ثم آخذ بحقي ثم يظلمني ثم آخذ بحقي؟ ضاع الزمان واشتغل القلب بشيء إن كنت وصلت فيه إلى شيء إنما هو أخذ حق. إذن ارتحل. مكان يشغلك ويشغل قلبك بما لا ينفعك اتركه. وكذلك احرص على أمر آخر، جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل. هذه وصية أيضا ليست هينة. لا تعاند السلطان، لو عاندته سيبطش بك، أو ستبدأ طول عمرك وأن تهرب منه تهرب منه تهرب منه، فما انتفعت ولا نفعت، شغلت نفسك. هذه كم مصلحتها وكم مفسدتها. الإنسان يكون حكيما، يجنب نفسه ودعوته البلاء، لا تنكر مفسدة وتأتي بمفاسد. الإنسان يكون حكيما في تصرفاته. إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر أنت مأجور. أسوأ من هذا إذا كنت بأمر من أمور الدنيا تعانده، لحظ من حظوظ الانتصار على النفس تعانده، فيبطش بك، أو تشتغل بالهروب من الناس لئلا يظفر بك. إذن يكون إنسان حكيما في تعاملاته مع الناس. صح أذاك الجار لكن مفسدة ولا مفسدة كبرى، عاندك السلطان لكن مفسدة ولا مفسدة أكبر. يكون الإنسان حكيما. ولذلك الإنسان قد يكون عنده علم لكن ما يكون عاقلا. يقولون فلان كان عاقلا، يستطيع أن يأتي بالأمور على مصالحها الكبرى. الوصية الثامنة، لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل. يقول انتبه أن تتولى القضاء، مع أن تولي القضاء ولاية شرعية نخدم الناس وننفعهم. يقول أنا جربت، حتى لو رشحوك لا تتولى القضاء، حتى لو رفضت وعابوك لا تتولى القضاء. اسمع تجربة مجرب. حقيقة كم من الناس تولوا القضاء ونفع الله بهم. أنا أقول لك لا تتولى القضاء لأني جربت. ما الذي حدث لما جربت؟ سأقنعك الآن أن لا تتولى القضاء. بماذا ستقنعني؟ الأمر الأول، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. نصف الناس سيصبحون أعداء لك، هذا إذا عدلت، فما بالك إذا خلص. واسأل مجرب، يدخل هو يحبك يخرج هو عدوك، ولا أحد يحضر محاضرتك ولا أحد يسمع كلامك ولا خلاص. طيب قلنا كلمة حق، فتجد أن الناس نصهم يرضون ونصهم يغضبون. حتى لو عدلت ما أحد يقول حكم علي أنا راضي به في الجملة، فستفقد نصف الناس. هل تستطيع تعادي نصف الناس؟ طيب لوجه الله عز وجل، لوجه الله، حتى لو يغضب الجميع. إبراهيم أمة لوحده. طيب اسمع الثانية، هات الثانية. فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. تجد نفسك محبوس عن لذاتك، تريد تستمتع، تريد تتمتع بشيء ممنوع، مشغول بقضايا الناس، مشغول ما تستطيع تستجد وقت للاستجمام. بل لو استجممت قالوا هذا من أين له، من أين له هذه السيارة الفارهة، من أين له هذا البيت الحسن هذا، فيحرمك الاستجمام. وتأتي يوم القيامة مغلول، يفكك برك ويوبقك إثمك. فليش تعب نفسك؟ سبحان الله، لوجه الله أترك اللذات لوجه الله، يؤذين الناس لوجه الله، أأتي يوم القيامة مغلول لكن يفكني بري، يعظم الله لي الدرجة.
أنت شكلك ما بتقتنع إلا إذا أخبرناك بالثالثة. ما هي الثالثة؟ إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. يكفيك كلمة القاضي جاء، القاضي راح، حلوة، لا حلوة من القاضي اسم منقوص. هل ترضى يكون اسمك منقوص؟ يعطونك اسم منقوص ناقص، من يرضى أن يكون اسمه ناقص؟ وبعدين القاضي قد ما تظهر عليه الحركات الضمة والكسرة، ما تقول جاء القاضي، مررت بالقاضي. ليش؟ للثقل، لأنه إنسان ثقيل. ترضى تكون إنسان ثقيل؟ حتى العلامات الظاهرة ما تظهر عليك. يعني يغرك اسم القاضي، القاضي ترى. طيب ما هو لازم يقولون القاضي، ما يشترط، ينادوني بكنيتي أحسن لي من المدح. إذا نسمع الرابع، اسمع الرابع هذا لعل يقنعك. لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. أما إذا عزلوك ستقول يا ليتني ما وليت القضاء. تجد من الحزن بعدما كنت وكنت والناس حولك، وتجد من السخرية عليك ما يجعلك تتمنى أنك في حياتك ما وليت القضاء. ولماذا يعزلوني؟ لعلهم يرقوني في القضاء. لماذا يعزلوني إذا عدلت وأنصفت وقمت بالحق؟ أنت على كل أن راسك يابس، لكن هذه ستكسر رأسك. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. قد الولاية تأتيك بالمناصب والشهرة والحرس، وتعطيك حصانة دبلوماسية، وتمشي بجواز أحمر، قاضي، تعطيك مرتبة عالية، لكن كل هذا قد يخدش في دينك. إيش فائدة الدنيا؟ سم في وسط هذا العسل. من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. كان السلف يهربون من القضاء. لا تغرك الدنيا. لكن ماذا لو توليته لوجه الله، لأجل أحكم بشريعة الله؟ أتركها للسفلة؟ أتركها لأصحاب الرشا؟ ماذا سيقول لي ربي عز وجل إذا كنت أستطيع وتركتها لهم؟ سيثلم ديني، سيعاقبني ربي. إذن من استطاع أن يتولاها ويحتسب عند الله أذاها فما أعظم أجر عند الله يوم يحكم بشرع الله بين الناس. ومن دخلها لطمع في الدنيا أو بجهل فيا ويله من الله. قضية تحتاج منك إلى أمرين: علم تقضي به، وورع تتقي مال الناس، وإلا لا تتعرض. ليس كل إنسان أهل للقضاء. يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. أبو ذر هذا الذي سمعنا في الدرس الماضي في السيرة أنه أعلن الإسلام وضرب مرة ومرتين ثم أتى بقبيلته، لكن في القضاء يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف. سبحان الله سبحان الله، الأشياء تختلف، هذا حجمه يختلف عن هذا. فكل إنسان أدرى بقدرته ويستشير في ذلك ويستخير. طيب عطنا الوصية التاسعة. نصب المنصب أوهاج لدي وعناء من مداراة السفل. هذا السادس، أنك ستتعب جدا جدا. تجلس مع السفلة، تجلس مع المرتشين، تجلس مع أراذل الناس، وتبدأ تأخذهم في الكلام، وتبدأ تحاول يعني تتلاطفهم حتى يأتون بالحقيقة. يقول هذا سيتعب جسدك، سيرهق صحتك، سيأكل من جسمك. لكن ما المانع إذا كان في سبيل الله عز وجل؟ نعم. الوصية التاسعة. قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل. لا تطول أمالك في الدنيا. الدنيا هذه زائلة. قصر الأمل، تذكر الموت هو الذي ينجيك. كون الإنسان يطيل أمله في الدنيا سيضعف. نبقى عند هذا البيت ونعيده إن شاء الله في الدرس القادم.